السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا مش قلة ذوق إن أنا أصور وأنا نايم، أنا قاصد بصراحة. يعني عشان أنا شفت اللي متسلطن، اللي مبسوط قوي. مش عايز أشبه تشبيه ولا عايز بالله وحش، اللي هو شارب حاجة مكيفاه. لا، مش هقول لكم مبروك. لا، عايز أدور على كلمة أحلى من مبروك يا زملكاوية، والله العظيم. إيه الجمال ده؟ إيه الروح دي؟ إيه الرقي ده؟ نادي الزمالك يا جدعان، والله لا هتعدل، مش هينفع أكمل وأنا نايم. لا، نادي الزمالك يا جدعان وربنا، اقسم بالله العظيم فرسان، والله فرسان، طول عمرنا فرسان. انا مش هتكلم بقى في ظروف، ومش هتكلم في كل اللبش اللي احنا عايشينه ده. لا، انا امبارح كنت قاعد بتكلم مع اخويا، استاذي وعم الزملكاويه كلهم. ماشي، اقول اسمه بقى عشان ايه؟ هو بصراحه ليه فضل بعد ربنا سبحانه وتعالى علينا كلنا يعني. احمد اسماعيل، اكبر مخرج تلفزيوني في مصر. ماشي، بيراهني امبارح ان اللي احنا فيه ده يعني زي ايه، صحوه كده او حاجه يعني، اونط. قلت له الزمالك حلو يا احمد، العيال بتلعب بروح، معتمد جمال ظابط الدنيا، العيال مركزه، صدقني هنكمل باذن الله وهنكسر الدنيا. والله العظيم يا جماعه احنا لا بنفرح بمكسب ماتش ولا الكلام الفاضي ده كله، ده الطبيعي بتاع نادي الزمالك، بس في ظل الظروف دي يا جدعان ده انجاز، اعجاز والله. اقسم بالله العظيم لعيبه ابطال، نعتمد جمال، انت راجل جدع، انت راجل جدع. ماشي، الفنيات والكلام ده انا ما بحبش اتكلم فيها، وانتوا عارفين طبعي الحمد لله، بس انا بتكلم في الظروف، بتكلم في نادي الزمالك، الكيان اللي الحمد لله مهما يخططوا ويدبروا عشان يدمروه بيرجع اقوى من الاول واحسن من الاول. شفتوا النهارده الروح، شفتوا التركيز، شفتوا العيال بتحب بعض ازاي. ما هو انا كنت لعيب كوره وعارف يعني ايه في الملعب، انا بحب زميلي، انا عايز اكسب انا وزميلي، مش انا عايز اكسب، مش انا عايز اجيب جون، لا 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 لا. ومش هسمي لعيب لعيب زي كل بعمل كل مره، لا. انا هتكلم على كيان نادي الزمالك، على جمهور نادي الزمالك، الاساس السورس الاصلي جمهور نادي الزمالك. النهارده في الجيم قابلت شاب اسمه مازن، زملكاوي عنده 20 سنه، فبهرج معاه بقول له طب انت شفت ايه من الزمالك عشان تشجع الزمالك؟ يعني انتوا جيل مجننا، انتوا زملكاويه اكتر مننا، انتوا شفتوا ايه من الزمالك؟ احنا من جيل حسن شحاته وجمال عبد الحميد وطارق يحيى وكوارشي رحمه الله عليه واحمد رمزي واشرف قاسم. شفنا بقى، شفنا كتير قوي مش هعد، كلهم اساطير. ماشي، انتوا شفتوا ايه؟ الواد ربنا يكرمه، هو ممكن يكون اتفرج على الفيديو النهارده، ان هو لسه مشترك معايا في القناه النهارده، بص لي بصه، اقسم بالله العظيم يعني عارف انت اللي بيستنكر الكلام، اللي هو اللي ايه اللي انت بتقوله ده. ماشي، يعني انا مش عارف نادي الزمالك ده مثلا سحر، يعني عامل حاجه غريبه لجمهوره، جمهوره بيحبه بطريقه غريبه، اطفال وكبار وصغيرين ايه ده؟ ايه ده الجمال ده؟ كله متوقع طبعا انهيار نادي الزمالك ونادي الزمالك، واحنا هنحصل الاسماعيلي وبيراميدز اخد مكان نادي الزمالك، وشويه رياضيين يلا عشان واحد مؤدب طلعوا اول الموسم بيقطعوا وبيتريقوا، واللي ما يعمل واللي يسوي ما تسافروش مش عارف ايه ده ايه. الحمد لله، شوفوا بقى فضل المولى عز وجل، قلتها لكم قبل كده، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. راكبين في الدوري، ماشي، المنافسين المباشرين بتوعنا في الكونفدراليه طالعين اول مجموعتنا، في كاس مصر باذن الله مكملين وماشيين. دي البطولات اللي موجوده معانا، لو في بطولات تانية هاتوها، يعني انا مش عارف، هاتوا لنا بطولات تانية ونكمل. لعبونا ماتش كل يوم اكننا حاجزين خماسي، ده حتى اللي بيحجزوا خماسي وبيتسلوا ما بيلعبوش كل يوم. يعني اضغطوا علينا كمان. ليه بقى؟ قال لك النار ما بتحرقش الذهب، لا، بتنقيه. واحنا كده فريق ما بنلعبش الا تحت ضغط، بجد ضغط بجد، لا بنستنى مساعدة من لجنة ولا من حكام ولا من رابطة ولا من الكلام الفاضي ده كله. مفيش اي مقومات عشان نادي الزمالك يبقى كويس ولا يكسب خالص. لكن نادي الزمالك بفضل الله سبحانه وتعالى كويس وبيكسب، ناشئين ما شاء الله زي الفل، لعيبه اشتريناها يعني معلش ما حدش كان يسمع عنهم حاجه، هو ده بقى نادي الزمالك، كلهم دلوقتي ما شاء الله احسن من بعض. ماشي، واللي جاي ان شاء الله احسن، بس يبعدوا عننا،
ماشي، يبعدوا عننا، يسيبوا اللعيبه اللي معتمد جمال ومركزين كده زي ما هم، ويكملوا زي ما هم. واللي جاي ان شاء الله احسن، الظروف الماديه هتتظبط والدنيا هتتظبط. بس والله بخاف لما الدنيا بتتظبط مع فرقتنا، اقسم بالله. ليه بقى؟ نادي الزمالك لما بيتظبط عامل زي شفتوا انتوا الطالب الشاطر اللي بيبقى واثق في نفسه قوي، ده ممكن يسقط. ده اقرب واحد للسقوط. واثق في نفسه، واثق في ذكائه وفي موهبته وبتاع، فدايما ايه، يستهتر، هذاكر اخر شهر، هذاكر اخر اسبوع، لا ده الليله هراجع الماده كلها الليله دي. لكن لما بيتحط تحت ضغط بتبان موهبته. خد بالك، ده في امتحان مفاجئ، انت قدامك ساعه زمن، بتلاقي الولد ده ما شاء الله راح ماسك الملزمه بتاعته، دب يطخ دب يطخ، كسر الدنيا. هو ده نادي الزمالك. في ناس تانية بقى احنا ملناش دعوه بيهم، يعني ناقص بيكتبوا لهم الامتحان، وبرضه اللهم صل على النبي سبحان الله متلخبطين وواقعين وليلتهم ليله وبيضربوا بعض. وقلنا الكلام ده من اول فيديو، فاكرين؟ ارجعوا كده للقناه في الاول، واوضه اللبس ولعه، الفيديو بعنوان اوضه اللبس ولعه، ماشي. وانا قلت الكلام ده من اول الموسم ومحدش صدق، ضربوا بعض لغايه دلوقتي والله. ما علينا، خلينا احنا في نفسينا وفي فرحتنا، الحمد لله. الف مليون مبروك يا زملكاويه. واول مره هقولها لكم في فيديو، انا عايز كل اللي يتفرج بعد اذنكم يعمل اشتراك، مش عشان حاجه والله، انا ما بدور على حاجه، لكن انا عايز اللي جوايا يوصل لكم، الفخر والروح اللي جوايا انتوا تستحقوا تحسوها، السلطنه اللي جوايا دي كده تستحقوا تحسوها. انا كنت راجل لعيب كوره وفاهم انا بقول لكم ايه اللي بيحصل في نادي الزمالك، معلمه سلطنه، اقسم بالله العظيم عظمه. ودلوقتي مضطر اقول لكم من كل قلبي الف مليون مبروك يا زملكاويه، يا اجدع زملكاويه. يلا، وان شاء الله اللي جاي احلى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.